لقاء عبارة عن خناقة ومناقشات ولا ليه؟ لأنه ما فيش مطبعة بتطبع بشر، ده حيوية، فما فيش، ما حدش يخاف. وانا عندي لحضرتك اسئله كتيره قوي، بس ايه لما كده ندخل نسخن على انتخابات الرئاسه لازم تيجي بحضرتك وتعرض لنا برنامجك وتقدم لنا ده، وهنبقى سعداء ان احنا نعمله. لكن طبعا الظرف مش سامح لنا اننا ندخل لا في كل ده. طيب، عايز اقول النهارده احنا الخميس بالليل، انتصف ليله الخميس خلاص بالظبط دلوقتي، وفي بكره مفروض مليونيه موجوده في ميدان التحرير، وهناك دعوه لمليونيه اخرى لدعم المجلس العسكري. المجلس العسكري طالب بعدم اقامه هذه المليونيه الثانيه. هل حضرتك عندك خوف من صدام شعبي يحصل بكره؟ ما فيش حاجة اسمها طالب بعدم إقامة. المجلس العسكري عليه أن يتحمل. لا هو طالب بالمليونيه بعدم إقامة بتاعته. أنا فاهم، أنا فاهم. المجلس العسكري، أصل إحنا مش هنهزر تاني. المجلس العسكري من 11 فبراير لغاية النهاردة كان يجب، ما فيش حاجة اسمها مسؤولية مش عارف عشان تأييد مبارك والعودة، ثورة قامت وأنهت نظام. كان عليه أن يحرس ما آلت إليه الأمور. ما في دي مش حريات، ده أصبحت أمن قومي للبلد، إنك تعمل وعليه ألا تحدث المليونيات فورا. مش عايزة كلام مضاد لهذا أبدا، وإلا هو المسؤول. شوف، هو باعت فتنة الاستفتاء، يقول لك إيه إلا ما لم تستفتي الشعب، دي فتنة ولعبة، وهو اللي رميها ومنزل لها ناس في الميدان بيروجوا لها علشان يعمل فتنة. طب الله، ده الميدان مش كتلة واحدة بقى. ها؟ ده الميدان مش كتلة واحدة. الميدان كتلة واحدة ما عدا مرسليهم اللي بقول لحضرتك مبعوثين، دول موظفين. موظفين مبعوثين يبعتوا فتن، يقول لك نعمل استفتاء نودي مجلس رئاسي. انا ما بقولش ان اللي بيقول مجلس رئاسي مدني تبعهم، انا بقول انهم ناس صادقين لكن مضحوك عليهم ومخلصين، ولكن مش واخدين بالهم من ان الفكرة دي هي الحاجة اللي هتفتح الفتنة الجديدة اللي تعيش المجلس العسكري زي ما هو بدل السنة سنتين وثلاثة. عشان كده احنا لازم نقفل دلوقتي مظبوط. انا عندي بعد 40 يوم. وبعدين اللي بيقولوا الاتجاه الاسلامي له شعبية، ما بقولت لحضرتك ان ده معناه ان الشعب بيؤيده. ما ينزلوا الشارع يغيروا الشعبية دي وياخدوا هم شعبية. انا عندي حزب زي حزب التجمع على سبيل المثال، موجود من سنة 76 35 سنة. حزب الاحرار من 76 35 سنة. حزب الوفد من 78 33 سنة. حزب لما بعد ده كله يقول لي سيبني شهر ولا شهرين ويطلع احد رؤساء الاحزاب يقول وقف الانتخابات، تعطل وطن كامل عشان انت 33 سنة ما كفوكش تجهز. ايه ده؟ فاحنا الان امام كتلة وطن مش عايز يحصل قتلى وجرحى، فعايز يخلص بعد 40 يوم، وعايز يعمل انتخابات رئاسية يبقى في رئيس منتخب، برلمان منتخب، سلمت السلطة، رجع سلاح الناس لإيدين الناس مش لإيدين القتلة اللي بيقتلوا الناس. طيب. في كلام أكثر اتزانا من كده، وخصوصا انك بتتكلم عن 6 أشهر لقدام. ايه ده؟ عايزين نقعد ايه أكتر من كده؟ لا كلمني حضرتك عن كمان 12 ساعة. كمان 12 ساعة زي دلوقتي، مفيش مليونيات. ايه هي الناس مليونيات من دلوقتي وامبارح. الناس خلاص لن تعود، وانا سأساهم في انها لا تعود. سوف تساهم في انها لا تعود. الناس من ميدان التحرير والميادين المختلفة. انما ممكن اساهم انها تعود. اقول له شيل السلاح بس من ايد الراجل اللي قتلني ده اهو، ولسه السلاح في ايده، ولو انا رجعت هيقتلني تاني، شيل السلاح عشان ارجع. على المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وبالمناسبه هم شيء واحد محل، لانهم بداوا يبعتوا لعبه ان ده في جوه الجيش مش عارف ايه. بلاش كلام فارغ، ما احناش لسه ما وصلناش للسذاجه دي. هم شيء واحد، عليهم يبعتوا يشيلوا السلاح من ايد اللي قتلوا الناس امبارح واول امبارح. اول ما يعملوا كده تنتهي الفتنه. مش راضيين يعملوا كده تظل، لان الناس ما اقدرش اقول له روح اتقتل مره ثانيه ابدا. طيب هسال سؤال ارجوك ما تستثقلش دمي. هحاول. يعني حضرتك بتقول انا لا يمكنني ان اطلب من الناس ان تعود، ولكن يمكنني ان اسهم في عودة الناس اذا تحقق كذا وكذا. بالظبط. هل حضرتك شايف ان لديك من السلطة على الناس اللي موجودة في الميدان انك تقول لهم اتحركوا نزولا وخروجا؟ وحضرتك طبعا لما دعيت لي مليونية يوم الجمعة اللي فاتت، الإجابة لا. ماليش سلطة خلاص. ولكن أنا واحد من هذه الكتلة اللي أول ما الناس كانوا 50 واحد زي ما الداخلية قالت قتلوا،
كنت مع الناس اللي اثارتهم الدماء، ما اقدرش اسيب. انا عندي حديث للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: لا يقفن احدكم موقفا يضرب فيه رجل واحد بس، رجل ظلما يضرب مش يقتل، فان اللعنه تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. فانا واحد من كتله الناس، ده نمره واحد، وبالتالي زي الناس، والناس اللي بيصدقوا بعض ما دام الاخلاص موجود. نمره اتنين، الاتجاه الاسلامي اللي بيتكلموا عنه ده، سمعت حضرتك عن من قيل ان هو ضابط امن دوله عقيد واتمسك في التحرير واتضرب واتقتل وما اتقتلش، اتضرب يعني وطلع في الاخر ان هو راجل على المعاش وما الى ذلك، وعلى المعاش بس من الداخليه مش سابقا. لا ده لغايه ديسمبر 2010 يعني سابقا. سابقا ايوه، بس تعرفني، ما دي وثائق هم اللي بيقولوها، ده هو اللي قالها الراجل، ويقول زي ما هو عايز. ما يقولوا زي ما هم عايزين، واحنا مصدقين. دول كذابين سنه و10 و20 و30، سلطات كذابه مجرمه. يعني الراجل ده حضرتك شايف ان هو عامل، يعني ضابط عامل او مش عامل، لكن المهم داخل ميدان التحرير يعني، ولا المترو ومعاه سلاح، وسلاح فيه رصاصات ومعاه خلاص. والراجل ده حصل كده، والثوار كانوا عايزين يقتلوه. مين اللي خلصه؟ مين اللي وصلوا الاسعاف؟ قيل واحده ست. لا يا فندم، مش واحده ست، هم بتوع الاسلام هو الحل، وهم بتوع اسلاميه بتوع جمعه كندهار، هم اللي دخلوا وخرجوه واصروا انه يركب عربيه الاسعاف وسلموه علشان يعالج ويلقى الناس اللي بيتندروا عليه. والثوار المطلقين من الفكره الاسلاميه هم اللي كانوا موجودين رافضين ان هو يركب. دي ادي الشريعه الاسلاميه، هي اللي دخلوا جوه مسجد عمر. وفي على فكره رموز اعلاميه وسياسيه كبيره شهدت هذه الوقائع، شهدت الواقعه دي، شهود عليه. دخلوا الى المكان اللي كان محتجز فيه جوه عمر مكرم في العياده الطبيه، واخدوه بالعافيه وخرجوه في حراسه وركبوه الاسعاف وسلموه علشان للسلطه علشان يعالج. اللي عملوا كده هم اللي بيتندروا عليهم، يقول لك اسلاميه واسلام هو الحل وجمعه كندهار. مبدا، بص هقول لحضرتك، مبدا ان حد يتندر على الاخر ده مبدا، يعني انا اعتقد انه مبدا مسيء للكل. يعني في احدى الحلقات لما احد الضيوف قال جمعه كندهار، وانا قلت له يعني ايه جمعه كندهار، وده كنت يعني عايز اعرف فيه عن ان انا ما احبش اسمي الحاجات بالتسميه دي. كم الانتقادات اللي جات لي على الانترنت لمجرد اني قلت ايه هي جمعه كندهار. فحضرتك في توجه عام انك لو عارضت المزاج العام الناس بتتضايق. طب اديني بقول لحضرتك اهو ان هم دول والشهود موجودين، ليبراليين ويساريين واعرفهم بالاسم، هم دول اللي انقذوا الرجل ضابط امن الدوله اللي جاي يقتلهم، وهو خصمهم، وهم خصوم الرئيسيين لامن الدوله والامن الوطني. بس حضرتك حكمت عليه ان هو جاي يقتلهم. ما انا بقول لحضرتك، انا قلت بالاول تعبير دقيق، انا قلت تعبير دقيق، قلت الرجل الذي قيل انه كذا وكذا وكذا وكذا. يعني هم رأوا فيه هذا الخطر، ورغم ذلك برغم انهم ضابطين سلاحه في ايده وضابطينه برصاصاته، كارنيه معاه، اعترافاته، كل حاجه، قيل هذا. وانا اتشرفني، انا بقول لحضرتك وانا ذكرت كنت دقيق في التعبير. وبرغم هذا هؤلاء اللي اتقال عنهم جمله هم اللي شفتهم، وهم عاملين له حراسه علشان يودوه واللي اتقال واللي بيهاجمهم مين بقى؟ اللي بيهاجمهم الاتجاه الاخر، يقول لهم انتوا هربتوا بتاع امن الدوله. الاتجاه الاخر اللي هو الليبرالي، ليكن ما اعرفش يعني هو مش ليبرالي الحقيقه، هو اتجاه كده يعني ما اعرفش، مش عايز اتكلم عنه يعني، لكن اصل الليبراليه انا عايز كتله واحده اهو بقى. اصل انا عايز لا ده كتله. ما انا قلت لحضرتك من شويه، انا قلت لحضرتك مفيش مكنه بشر، لكن في القضايا الفرعيه، القضايا الصغيره، ايوه بيختلفوا في الاراء، نسلم عقيد امن الدوله ده ولا نخليه معانا كذا. انما الميدان كتله واحده، نعم. وسترى لو تحقق، انت حضرتك بتقول لي لو تحقق كذا وكذا، ايه كذا وكذا اهو، عشان يبقى واضح، عشان يتحسب عليا، انا عايزه يتحسب عليا. نمره واحد مش إعلان، لا، أن يصدر القرار الرسمي اللي له رقم وينشر في الصحيفة في الجريدة الرسمية بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية في مدى زمني لا يجاوز آخر إبريل، ويبدأ التقديم بعد انتهاء مجلس الشورى. برضه آخر إبريل فمرفوض 30 يونيو. نمرة 2 معلش أنا هقول لحضرتك، وبعدين أصل كان في نقاشات بأكد الميعاد يعني. لو 30 يونيو هتبقى في ضمانات أخرى لازم، لأنه زي ما قلت لحضرتك الفقرة الطريفة اللي أنا قلتها اللي أنا فاهم وهم فاهمين دي، فمش عايز أقوله عشان ما افتحش باب فتنة، بس يعني حفاظا على الهدوء العام. إنما لو عايزين هتبقى في ضمانات تانية لازم تقدم. فده نمرة 1. نمرة 2 لجنة
قضائيه. ومره تانية بالنون اللي حضرتك بتسال عنها،